بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله. هي كده كده ده اللي كان متوقع، قلت لك يا نتعادل يا نتغلب، فالحمد لله انا جت على تعادل. على الاقل راحت ولا جت، مش هكدب عليك يعني. هو عندك امل بسيط ليه؟ لان العقل بيقول ان بكره المفروض ان شاء الله باذن واحد احد الراس الاخضر يحسم الصداره بالنسبه له، يحسم التاهل كمان بالنسبه له كاول مجموعه، دون النظر لبقيه الماتشات. لان انت غانا كده النهارده عندها نقطه ومصر عندها اتنين، وده عنده ماتش وده عنده ماتش، فما حدش فيهم هيوصل لرقم 6. فانت بالنسبه لك بكره باذن واحد احد الراس الاخضر يكسب نكسب موزمبيق ويريح دماغه ويريحنا معاه، يبقى حسب الصداره وخلص الصعد هو اول الراس الاخضر. فتخيل انت المجموعه دي اللي انا كنت متوقع منها تصعد الراس الاخضر احسن توالد، ده كنت متوقعه وشايفه طبيعي جدا. قلت احنا نصعد اول، غانا تاني، والراس الاخضر احسن توالد. اتقلبت اللي كده ان شاء الله بكره ربنا يكرم الراس الاخضر ويكسب، ونتمنى انها تكسب عشان خاطر مش هكدب عليك لو اتعادلت والصداره هتبقى بينك وبينها، لان التعادل بكره الراس الاخضر يبقى الصداره بينك وبين الراس الاخضر، تكسبها انت تبقى اول، تتعادلوا تبقى انت 3 بونت وهي تبقى 5 واستنى انت بقى ايه هديه الاحسن توالت والجو اللي انت فاهمه. لكن بكره مكسب الراس الاخضر يريحك بنسبه كبيره على الاقل تصعد احسن توالت. اصل شوف، مهما كنا قرفانين من المنتخب، مهما كنا قرفانين من اللي بيحصل في اتحاد الكوره ومن فيتوريا ومن كل الكلام اللي انت فاهمه، ربنا يديم علينا نظافه قلوبنا. احنا برضه شعب غلبان وطيب وقلبه نضيف يعني انا قاعد مش قادر ابقى مستني خساره منتخب بلدي من جوايا، مش بلعها. حتى لو احنا قرفانين وعارفين ان هم ما يستاهلوش بيطلعوا يتنططوا علينا لما بيكسبوا، لكن انت برضه مش قادر تبلع حاجه زي دي. خلينا نتكلم كلمتين بالعقل. اللي في اللايف بس الاول اعمل لايك كده لللايف، خليه يبدا يظهر لبقيه الناس عشان 5 دقايق ونقفل ولا 10 دقايق بالكتير. بيني وبينك بص، من الحاجات اللي عارف انت يعني مش حابب اقولها بس هي لازم تتقال. ما تفهمش خروج صلاح فك نحس علينا ولا انا مش عارف، لكن خلينا نتكلم بالعقل، سيبك من الكلام دوت. بس ساكن 200 عارف لازقين في زوري. انت بالنسبه لك ان شاء الله بكره الراس الاخضر تكسب، حسمت الامور، صعدت اول، هتيجي تلعبك باريحيه، لان لو خسرت منك 20 هي اول المجموعه اجباري. فمكسب الراس الاخضر بكره، تخيل تبقى انت قاعد منتخب مصر ابو 7 نجوم على التيشيرت، قاعد مستني مكسب او هديه من الراس الاخضر ان هو يكسب بكره، فيبقى 6 بونت، فيجي يلعبك وهو هادي وهو رايق ويجرب لعبته عشان خاطر تكسبه انت ان شاء الله باذن واحد احد. فتخرج غانا رسمي من مركز اول وثاني، وتخلي بقى غانا تستنى احسن توالد، تروح بقى هي تكسب موزمبيق 5، تكسبها 6، تكسبها 7 عشان خاطر تصعد احسن توالد. لان التوالد السنه دي كويسين، في كام فرقه هتبقى بتنافس على احسن توالد. لكن خلينا كلامك بمنتهى العقل، لو فضلنا على كده بنفس المنظر ده، لو فضل فتوح على الدكه، انا ما اعرفش صلاح خرج، هل هو خرج قلقان مخنوق، حالته النفسيه، الضغط اللي عليه، كره عمر مرموش ما بصهالوش، كره امام ما بصلتلوش، فقام طلع زود خنقته قام خارج، ولا عنده شد؟ لانه لو عنده شد ما اظنش يلحق ماتش من الاثنين. يعني شد عضله دي يفك في يومين 3 دي صعبه شويه بصراحه، ربنا على الاقل بياخد له من 5 ايام لاسبوع. الشد اللي في الخلفيه او الكرامب بتاع الخلفيه او اي حتى اي عضله خلفيه اماميه سمانه حتى بتاخد لك شويه وقت. فالله اعلم كان صلاح قلقان هرب، او نفسيا مضغوط، او مصاب حرفيا. لو هو مصاب، التشكيل الماتش اللي جاي خلاص بقى الواد بسله مصطفى فتحي عنده كوره بس الواد خايف. عشان كده كنت برجح نزول زيزو افضل من مصطفى فتحي شويه، لان مصطفى فتحي ما عندوش الجرأه اللي عند زيزو، ما عندوش عدم الرهبه. زيزو ما عندوش رهبه، خبرته اعلى من مصطفى فتحي، امكانياته عرضياته تصويباته. الواد مصطفى فتحي سحليه زي ما قلت لك بلغه الكوره، يقدر يعدي يلبس ضربه جزاء، يقدر يعدي ويعمل عرضيه تيجي منها جون، وكان هيحصل. لكن برضو خد بالك مصطفى فتحي قعد فتره كبيره مختفي، وده بسبب ان زمايله في الملعب قاعدين عارفين ان تريزيجيه ماشي كويس، ومرموش قبل ما يطلع كان ماشي كويس. فانا مش هميل ناحيه مصطفى فتحي. لكن لو زيزو اللي موجود مكان مصطفى فتحي والناحيه الثانيه مرموش او الناحيه الثانيه تريزيجيه، الفرقه هتبقى مطمنه في الجبهتين عادي. يقول لك مرموش قادر يروح، لانه بصراحه ربنا هو افضل لاعب في رايي، باستثناء كورتين 3 كان مأنن فيهم رخمين قوي بصراحه، رخمين جدا، وكانوا ممكن يغيروا كتير جدا في النتيجه. لكن هو كان افضل لاعب في الماتش بالنسبه لي الواد عمر مرموش، وابن 60 في 70 اسمه قدوس. انا قدوس، احنا بنلعب قدوس حرفيا. حرفيا غانا فرقه، مش هقول لك مش فريق مرعب، لا ده فرقه تحت العادي. يعني كوت ديفوار اقول لك مش فريق مرعب، نيجيريا مش فريق مرعب لكن فرقه كويسه قوي، المغرب فريق مرعب. هو مفيش حد اتقال عليه فريق مرعب في البطوله دي الا المغرب بمنتهى الامان. وخد بالك بقى ايه، عشان هنيجي بقى لعز الدين قناحي، بس ده عايز له فيديو لوحده، عشان زي ما عملنا فيديو ننتقده فيه لازم ياخد فيديو ياخد فيه حقه، عشان اللي عمله والماتش شغال يديله فيه تعظيم سلام. المهم
انت بالنسبه لك الماتش اللي جاي زيزو بقى يلعب ويريح صلاح عشان خاطر انت عم عندك شد، وان شاء الله بدون مقاطعه ربنا يكرم ونتاهل ونفضل عشمانين وفاهم انت في التامنه. نتعشم في ربنا خير مهما كان، حتى ما اركن زي ما قلت لك الاتحاد واركن فيتوريا بتاع الكشري ده، تيجي زي ما تيجي. فعشان خاطر تفضل متعشم اركن بقى صلاح لاعب زيزو والواد تريزيجيه او مرموش. انا تريزيجيه عنده حته الانانيه اقل من مرموش كتير. مرموش مشكلته النزعه الانانيه عنده رخمه، النزعه الهجوميه عنده حلوه، والواد عامل خطوره ومان اوف ذا ماتش في رايي، احسن لاعب في المباراه. ما اعرفش مين اللي خدها، لكن اكيد هو اللي يستاهلها بمنتهى الامانه، هو اللي ظاهر جدا في المنتخب بتاعك. والناحيه الثانيه مفيش الا قدوس، مش هقول لك هو مش ظاهر الا قدوس، المنتخب كله ما فيهوش الا قدوس بمنتهى الامانه. شوف عشان بس اعمل لك تقييم اللاعبين اللي عايزين نقيم اللعيبه بصراحه ربنا عارف برضو من الحاجات اللي لازم ما نشوفهاش الماتش اللي جاي، ما ينفعش تتشاف النني ومحمد حمدي. النني ومحمد حمدي لو هنشوفهم الماتش اللي جاي والله العظيم ثلاثه يا ابن الناس، ساعتها حرفيا لو حد فينا قاعد يشجع المنتخب قاعد يشجع الخصوم يبقى عنده حق. لان بامانه ربنا ما انا ده منتخب بلدي وكل حاجه، بس انا يعني انا مش ناقص كفايه الحاله الاقتصاديه اللي احنا فيها، فكمان ما تجيش بقى منتخب بلدي على حرق دمي وعلى اعصابي وقرفي واستفزازي. يعني انت بتقنعني ان النني موجود في المنتخب ليه؟ موجود في المنتخب ليه؟ اساسا مش موجود في ال 11 لعيب، لا هو سافر مع الفرقه ليه؟ قسما عظما ما يلعب على حساب مروان عطيه ولا حمدي فتحي ولا حتى الواد طارق حامد. قسما بالله النني ما يلعب على واحد في اي حد من الاسماء اللي قلتها لك دول. الناحيه الثانيه فتوح، هقول لك المره الثانيه ربنا ياخد اللي يقعدوا دكه. فتوح ده ربنا ياخد اللي يقعدوا دكه. حرفيا ده ما يقعدش دكه. محمد حمدي مع احترامي ليه يا جماعه عشان تبقى فاهم حاجه، محمد حمدي مش سيء، محمد حمدي دي امكانياته. انت بس مشكلتنا ان احنا قاعدين عارفين ان الباك الشمال بتاعنا فتوح اللي كان مكسر الدنيا البطوله اللي فاتت وعامل اداء على حكيمي وعلى مش عارف مين ومين، كان مكسر الدنيا. فانت بالنسبه لك ممكن تحس الوهله ان محمد حمدي مستواه قليل، لا هو مش مستواه قليل، هو دي اوفرات محمد حمدي في الدوري الممتاز. محمد حمدي بيرفع بلالين دايما، محمد حمدي تخصص بلالين، تحس ان انت ماشي في العيد والراجل بتاع البلالين ماشي يفرقع بلالين معاك وبومب في الشارع. ده مش باك شمال منتخب مصر مع احترامي ليه. قلت لك سيدي برضه لعيب مؤدب ومحترم وعلى خلق، انا مش هعمل حاجه باخلاقه، هو مش هيناسبني يا جماعه، فاهمني؟ محمد حمدي يركن، احمد فتحي احمد فتوح يلعب، النني يركن، تبدا بقى بمروان عطيه، حمدي فتحي، امام عاشور، تبدا بمروان عطيه وامام عاشور وزيزو براحتك. مع ان انا برجح ان انت لو صلاح مش هيلعب الماتش الجاي يبقى زيزو يلعب في الجناح اليمين وسيبك من مصطفى فتحي، خلي مصطفى فتحي بديل على حسب مجرى المباراه عامله ازاي، لكن زيزو افيد من اي حد في الناحيه اليمين، زيزو افيد من اي حد، ومروان عطيه احسن من حمدي فتحي والنني. حمدي فتحي البطوله دي مش مركز النهارده، ما كانش سيء زي الماتش اللي قبليه، لكن ماتش موزمبيق حمدي فتحي ما كانش موجود. حرفيا ماتش موزمبيق حمدي فتحي ما كانش موجود هو والنني. فانت النهارده برده حمدي فتحي على فترات، الجون اللي داخل الاولاني من اخوك النني يعني بالله ربنا ترقص ترقيصه غريبه جدا ما ضغطش على الراجل خالص. الجون الثاني الحق اتقال ما يتلمش عليه الشناوي يا جماعه بصراحه، مش دفاعا عنه عشان انا اهلاوي، الكره خبطت في ايد عبد المنعم ودخلت مغيره اتجاه، فبصراحه ربنا مش هحمل الهدف الثاني للشناوي. شوف لو عايز تقيم، شوف انا اقيم عارف انا يعني ما بحبش اقيم لان احنا سيدي مش هنقيم اللعيبه، لكن انا بصراحه ربنا مرموش عايز اديله 8 من 10 او 9 من 10، هو عامل ماتش هايل جدا، مشكلته في الانانيه. شوف اهو جايب جون ويستاهل 10 من 10، بس تنزله 2 درجتين لانه انن في كورتين ثلاثه كانوا كافيين يغيروا النتيجه اكتر من كده، كان ممكن نكسب بمنتهى الامانه. تريزيجيه شويه اللي نزلهم بيقولوا لك ياخد 6 من 10 على الوقت اللي لعبه، الواد مصطفى محمد 6 من 10 ومش هظلمه واقول اقل من كده لان هو اختفائه يرجع للاجنحه والباكات والنزعه الهجوميه بتاعتك. مصطفى محمد قلت لك المهاجم بتحاسبه انت وصل لك كام كوره او اتحركت وفتحت كام مره لزمايلك. مصطفى محمد بيتحرك كويس جدا، انت النهارده الاوفرات ما بتوصلوش بلالين كلها، بلالين ما يعلم بها الا ربنا، والشوط الاول الفرقه مختفيه، فمش حاسب مصطفى محمد شايف 6 من 10 عليه كويس جدا. النني انت بس انا اقول انت عايزني دي درجه للنني، النني ما تقول لي قيمه اقول لك النني يعني ايه اصلا، يعني النني ممكن ياخد جون يطلع يعني انت فاهم النني ياخد شويه لب وزدين ويطلع عزقز بره مع فول حراتي وخلصت. النني ده تقييم النني يعني النني والنني ده تقييم النني. مرموش 8 من 10، تريزيجيه الوقت اللي لعبه 6 من 10، مصطفى محمد 6 من 10، النني عمر كمال 2 من 10 عشان بس كان بمنتهى الامانه. انا بس عجبني ايه عارف لما قعد على الارض وقام عامل كده، عارف انت ايه يعادل بيه يعني انت حتى لما تغمز وحد هيشوفك ما هتتفهم انك بتضيع وقت، ما تغمز، ما تحط لسانك في بقك وكشر وقول له انا بضيع وقت، ما حدش فاهم عربي فكشر وقول له انا بضيع وقت، مش تغمز له عامل فيها صايع. وعادل بيه هجوميه مش موجود وقلقان وخايف. انا عارف النهارده بتفرج على عمر كمال للحظه قلقت علينا احنا كاهلاويه،
اكيد طبعا هيبقى مع الاهلي افضل من كده، وهيجي مع الوقت وياخد خبرات ويكتسب كل حاجه. لكن مش هكدب عليك عمر كمال انا مقلق منه بالتخلف. امام عاشور 7 من 10 او 8 من 10، تختلف معايا في دي تبقى في عندك حاجه غلط، تبقى زملكاوي. ومش اي زملكاوي، لا مش زملكاوي عاقل، تبقى زملكاوي من الايه عامل لها مشاكل، عندك جوه مشاكل من ناحيه الاهلي. امام عاشور تاني احسن لعيب في المنتخب النهارده بعد الواد مرموش، وبالنسبه لمركزه كمان انا ما اننش بتاع، بس في كورتين اللي شاطهم دول، واحده كان ممكن يبصيها الشوط الاولاني لصلاح، الكره الثانيه ما تتبصاش تتشاط، بس ما اعرفش ازاي دي حطها ضعيفه كده. الواد امام عاشور يعني رجليه على الجون الله اكبر من ايام ما كان في الزمالك، ما اعرفش ليه الكره الثانيه برده مش عارف بامانه، زي ما تقول ارهاق البدني برده نازل شويه، الرطوبه هناك عاليه، الواد وهو بيشوط مش قادر يشوط امام عاشور، فالحق اتقال يستاهل. وانا بقول لك التقييمات كل واحد يكتب التقييم بتاعه، اللي عايز يقول تقييمه عادي ودرجاتك وبرد عليك في الكومنتات عادي. لا امام كان شايل نص الملعب طبعا، طبعا امام كان شايل نص الملعب. امام في التقييم بالنسبه لي 8 من 10 حرفيا، عايز تديله 8 ونص، عايز تديله 9 اديله. بص يا جماعه ايه هات منتخب مصر يستحق مدرب افضل من فيتوريا. اهو شوف بقى وائل جمعه ده تصريح صح، قال لك منتخب مصر يستحق مدرب افضل من فيتوريا. بما يرضي الله نستاهل مدرب انضف من الراجل ده بمراحل بمراحل. مين تاني اتقيم؟ وصلت عند عمر كمال 2 من 10، محمد حمدي 2 من 10 بمنتهى الامانه، عبد المنعم وحجازي 4 أو 5، الاثنين زي بعض مش هكدب عليك، الاثنين مفيش فرق بينهم كبير. فيتوريا 2-0، ده انت ابو اسير كده كرمت فيتوريا انك اديته 0. فيتوريا ده ماينس 10 فيتوريا دوت. مين تاني في نص الملعب؟ حمدي فتحي 4، بس مروان عطيه لما نزل ما لحقش مروان عطيه بيني وبينك ما يتقيمش بامانه، عشان مش حابب نقيم. الشناوي مهزوز الحق اتقال. شوف عاطف كلامك صح، الشناوي ما يتحسبش على الجونين، بس الحق اتقال. عارف يا جماعه كويس عاطف انك قلت البق ده عشان تفكرني، عشان ما حدش يقول ان انا ايه هطبل الشناوي عشان اهلاوي. الشناوي النهارده الجون الاولاني هو بص مش بتاعه، والجون الثاني مش بتاعه يا سيدي، حتى لو ممكن تشيله نسب فيها بسيطه، لان الكره الثانيه خابطه والكره الاولى صعبه بمنتهى الامان. بس وانت حاسس، عارف الشناوي ساعات مع الاهلي لما بنتغلب بتحس ان الشناوي واقف شبح، حاسس ان في اسد واقف في الجون والدنيا مانجا. الشناوي النهارده مش عارف، تحسه مهزوز، فدي احلى كلمه ممكن تتقال عليها. الشناوي مهزوز بس بامانه، الشناوي مهزوز يا شاذلي. محمد فكري زملكاوي بس امام عاشور الله اكبر عليه، ربنا يديمك يا ابني ويديم اللي زيك عندنا في البيج في الصفحه، عشان مش عايز ما بطيش الزملكاوي ايه اللي عنده اسود. الشناوي واحد مع الرأفه، وتريزيجيه احسن تاني بعد مرموش، لا يا نادر احسن لعيب بعد مرموش او مع مرموش امام عاشور. ايوه اسلام فيتوريا على الله على الله، ده رايح في داهيه يا معلم. بص انت تدي خط الدفاع بالحارس كله 2، لا ممكن 4. امنيه امام عاشور ما شاء الله بيقتل نفسه، ما بيخافش، الرطوبه عاليه وليها عامل كبير مع النفس والمجهود للاسف، دي حقيقه. عشان كده انا قلت في الكوره بتاعت اللي شاطها تحسه انه تعبان قوي، البدني بتاعه خلاص، الواد مش قادر يطلع الشوطه اللي هو عايزها. يا اسلام بيناء احلى لما صلاح طلع، المنتخب شكله احلى كده. ما هي دي المشكله يا احمد ابو الخير، عارف طول عمرنا احنا مش بتوع محترفين يمكن الواد بس مرموش اللي كان كويس، دي بقى الميزه. شوف انت قلت كلمه حلوه، صلاح لما خرج بقت الناس عارفه ان ايه المنتخب خرج. المنتخب، ما هو المنتخب في وجود صلاح هو صلاح، تلاقي الكل بيحاول يخدم ناحيه صلاح. لما خرج الجماعيه بدات تسيطر عليك، لما صلاح خرج خلاص انت بقاش عندك صلاح، فاللي موجود واللي فاتح واللي بيتحرك صح واللي ايجابيته اعلى هتديله. فمن هنا بدات تشوف مرموش، الناس بدات تاخد بالها زمايله في الملعب، مرموش اعلى، مرموش ظاهر، مرموش بيعمل خطوره، فبقى كل كره تيجي ودي مرموش، ودي يا معلم، ودي يا معلم. حلو. تريزيجيه نزل نفس الكلام، روح يا سيدي روح شويه. مصطفى فتحي يجي بياخد كوره، لكن طول ما صلاح في الملعب كل هجمه هو لازم يختم عليها، كل هجمه لازم يختم عليها حرفيا. فمش هكدب عليك غيابه بقى كويس يعني بالنسبه لنا. مروان عطيه ما يقعدش دكه سامح، لا انا ما انا قلت في اول لايف مروان عطيه ما يقعدش دكه. امام عاشور احسن لاعب بامانه هو مرموش طبعا يا هاني، دول الاثنين بالنسبه لي رقم واحد. وعارف انا مش عايز اقول لك امام عاشور رقم واحد لحاجه واحده، مرموش هايل، بس انا اللي مضايقني في مرموش مستفزني الثلاث اربع كور اللي امن فيهم، في واحده لصلاح، واحده لتريزيجيه، واحده لمصطفى محمد، والثانيه لمصطفى محمد، كورتين لمصطفى محمد يحطهم لجوان او تعمل هجمه خطره احسن من اللي عمله من التصرف بتاعه. والكره الثانيه بتاعت صلاح الشوط الاولاني، وكره تريزيجيه الشوط الثاني اللي شاطها وطلعت بره. ما تحط لتريزيجيه يا معلم، ما تحط يا معلم، ما انت ماشي كويس وربنا كرمك وجبت جون، يعني خلاص اتكفئت. لو عايز تجيب جون فانت جبت الجون، وجبت جون بمجهود فردي، محدش عمل لك حاجه.
انت توقعت، قريت الغلطه صح وتوقعتها بدري، الله اكبر عليك، رحت خدت ورقصت الجون باريحيه وقمت حاطط، ما انتش مهزوز. طب عايز ايه تاني؟ ما تلعب بقى مع الناس. مين اللي احمد شرطه بيقول لي نسيت تقيم الاسطوره النني يا اسلام؟ ازاي؟ النني؟ انت النني يا معلم، اقيم النني درجه النني ده تقييم. يعني في لعيب كده لما تشوفه سيء والدنيا معاه خربانه خالص، اقول له انت مالك النهارده؟ لا نني كده في نفسك ليه؟ مالك نني كده النهارده؟ النني. لما صلاح طلع قلت ازيك يا هاجر، هنبقى احسن كتير. والله كله قال كده، كله توقع بصراحه. المنتخب كله كان عصبي جدا، خصوصا حمدي فتحي. لا حمدي فتحي على طول عصبي، حمدي فتحي على طول عصبي بمنتهى الامانه. مصطفى فتحي اول مدرب، مصطفى فتحي عالمي في 1 على 1، دي حقيقه. عشان كده انا لما نزل انا كان نفسي زيزو ينزل، لكن مصطفى فتحي لما نزل انا ما كنتش متضايق، ان انا عارف الواد ما شاء الله امكانياته هايله وقادر يعمل والواد بسله سحليه قادر يفيدك بصراحه. النسر الاهلاوي الحمد لله بطلت اشجع المنتخب، ده مصر ما فيهاش غير الاهلي، من الاهلي رغم الفساد الرياضي بس الاهلي واقف على رجله. الحمد لله. انت محتاج تتعالج، جيل العظماء في ومبدئيا بس اصل انا يا جماعه الغزاله راقت سيكا، فانا هرد على الكومنتات السلبيه. يعني ايه اسمك جيل العظماء؟ يعني ايه؟ يعني فهمني يعني. يعني مثلا بتاخد في شهر 10 مثلا، بيدوك في شهر 10 الشناوي خرم، تروح تعالج يلا الله شوف النني ايه؟ راعي الغنم. ماشي يا ربيع. امام عاشور بدنيا مقاوم مكمل 90 دقيقه، وحش اقسم بالله. الحمد لله عليه، ما شاء الله تبارك الله عليه بصراحه. طب مروان يلعب على النني؟ مروان يلعب على النني طبعا يا امير طبعا. عمر الدوري الانجليزي ما كان ليه خير علينا في لعيبه من ايام ميدو منتخب مصر المحليين. الله يفتح عليك والله، حلوه الكلمه دي. عمر الدوري الانجليزي ما كان ليه خير علينا. والله على حق. رايك ايه رايك في مصطفى فتحي الدقيقه اللي لعبها؟ انا شايف انه محتاج مدرب بيفهم. مصطفى فتحي بصراحه 5/10، مش سيء ومش الواو، بس ما وصلتوش كور كتير بسبب تالق مرموش وتريزيجيه، فكانت الناس بدات تميل شويه ناحيتهم هما الاثنين. قريت الكومنت بتاعك ده يا معلم. مساء الخير يا اسلام، ازيك يا كريكه؟ مساء الفل. في فرق كبير بين منتخب حسن شحاته ومنتخب صلاح. منتخب شحاته منتخب نجوم مصر، ومنتخب صلاح منتخب نجم مصر، عشان كده احنا بقينا فاشلين. عندك حق. وايه رايك في حجازي؟ حجازي 4/5 بس. الاهلي لو كان شاف عمر كمال في الماتش ده كان مستحيل يشتريه، والحمد لله اننا ما جبناش محمد حمدي. نور علي طبعا. انا بقول لك في اللايف ايه في اوله قلت ايه؟ انا بتفرج على عمر كمال قلقان، ايه ده؟ هو ده الصفقه اللي احنا اشترناها؟ معلش دي غانا، لا غانا عادي. امال المغرب يا عم عمر؟ امال المغرب لو قابلنا المغرب ولا الجزائر؟ امام عاشور 8 الشوط الثاني مرموش من قايل 8 جدع. المنتخب بالشباب اقوى، مرموش ومصطفى فتحي ومصطفى محمد وامام عاشور ومرمى عطيه. دي حقيقه. طب يا جماعه لحد كده خلصت الكلام وخدت تغريده الكومنتات عشان ما اطولش عليكم اكتر من كده، عشان اللي هيجي بعد كده يشوف اللايف ما يبقاش طويل عليه. ما تنساش اللي ما عملش لايك يبقى اعمل لايك لللايف عشان يبدا يظهر بقيه الناس. 4/10 يا شاذلي. اشوفكم باذن الله احد بكره او النهارده بالليل في فيديو جديد على حسب ما نتقابل وعلى حسب الشغل. يلا سلام عليكم وربنا يكملها على خير. سلام عليكم.